اتش بي في مشكلة ريستارت، فهنشوف دلوقتي اذا كان هاردوير ولا سوفت وير. زي ما احنا شايفين الجهاز عمال يعمل ريستارت، مش عارفين المشكلة اذا كان هاردوير ولا سوفت وير، اذا كان من الويندوز ولا من الهارد ديسك. طبعا مش هنقدر نحدد العطل ده الا لما نحط اسطوانة الويندوز ونضغط F9 ونشوف الجهاز عامل معانا ايه. شغل الجهاز ونضغط F9 F9 ده عشان البوت. زي ما احنا شايفين لازم نختار الخيار التاني اللي هو internal CD DVD ROM، لازم نختاره عشان يبوت من الاسطوانة بتاعة الويندوز. لازم تختاره ده من F9. تحط الاسطوانة والجهاز هو بيشتغل تضغط F9 تعمل انتر. طبعا يا جماعة في نقطة لازم قبل ما الخمس نقط دول يخلصوا لازم يكون مضغط على أي زرار. لازم قبل 5 نقط أي زرار. طبعا هنا يا جماعة الخيار دوت زي ما احنا شايفين مكتوب طب اوكي ويندوز سيت اب. لو انت عايز تختار بتدوس انتر، بتضغط انتر. لو انت عاوز تعمل كانسل بتعمل سكيب. لو عايز تخش على المنيو بتعمل تيب. اوكي فاحنا عايزين نعمل انتر، اللي احنا عايزين نخش على السيت اب بتاع الويندوز. نضغط انتر. خلاص خلص عملية اللود. هنختار اللغة انجليش، بعدين نعمل نيكست على طول، بعد كده انستول. ظهرت معانا النافذة ديت. نعمل اكسبت، نعمل نيكست، بعد كده كاستم. نختار البارتيشن اللي عليه سيستم. هو كان 100 جيجا فنختار اللي هو 100. طبعا هنا ادفانسد. طبعا عايز تعمل فورمات تعمل ديليت، فانا هعمل فورمات للبارتيشن دوت. فانا اوكي. طبعا خلي بالنا عشان هنا في جيجا وفي هنا ميجا بايت، وهنا جيجا بايت هنا ميجا بايت. انت تختار الجيجا بايت بس المكتوب عليه سيستم، بس هنا مفيش حاجة مكتوب على سيستم الا دوت ودوت ميجا بايت. فهنختاره ونخليه هو ده ملف السيستم على اساس انا كنت مقسمه قبل كده وعارف. خلاص عملت فورمات، نعمل نيكست. هبتدي يحمل. طبعا هو الجهاز بيعيش حياته في الخطوات دي كلها مع نفسه بدون اي تدخل منك. طبعا الجهاز خلص، فطبعا لازم ندخل اي اسم عشان نيكست يتنشط. فنكتب مثلا حرف الايه اي حاجة بدل نيكست اتنشطت، فنعمل نيكست. انا عايز باسورد، مش هعمله من غير باسورد. هنا بقول لي اللي هي الاكتيفيت بتاع الويندوز عايز يعمله اوتوماتيك، فانا طبعا لا شلتها خالص. وهنا طبعا ده نفسه برضه الابديت، فانا مش هعمله، وهشيل ده كمان الاوتوماتيك. اعمل نيكست. دي كانت مشكلة في الويندوز. الجهاز لما كان بيعمل ريستارت في الاول كانت مشكلة ويندوز، يعني سوفت وير مطلعتش هاردوير. الهارد سليم مفيهوش اي مشاكل والجهاز شغال. وده بعد ما نزلنا السوفت وير. شكرا.